كان يا مكان كان في شاب فقير جدا، كان واقف في السوق بيدور على أي لقمة عيش أو شغلانة يشتغلها، بس ما لقاش أي حاجة، فقعد محتار ومهموم جدا. وفجأة لقى الناس بتجري وتستخبى في كل مكان. بيبص لقى عربية فخمة جدا بيجرها خيل وراكب فيها راجل غني جدا. الراجل وقف قدام الشاب وسأله، قال له انت واقف هنا ليه يا ابني وما جريتش ليه زي الناس اللي بتجري؟ فالشاب قال له انا من الصبح بدور على شغل وما لقيتش. فالراجل سأل على اسمه فقال له أنا اسمي فارس. فالراجل الغني قال له خلاص يا فارس، ما تيجي تشتغل معايا وهديك اللي انت عايزه وهديك فعلا فرصة عمرك. وعلى طول فارس وافق من غير تفكير وركب مع العربية. والعربية كانت ماشية في وسط الصحراء ووصلوا لقصر كبير جدا، قصر الأعمدة بتاعته معمولة من الذهب. بس فارس كان قلقان شوية إن القصر كان في حتة صحراء بعيد قوي عن المدينة، وتحس إن القصر ساكت خالص. بس لما فارس دخل جوه انبهر من جمال القصر. والراجل الغني أمر الخادمين بإن هم يعملوا وليمة غدا كبيرة جدا. والراجل الغني خد فارس وقعدوا ياكلوا. وفجأة دخلت عليهم بنت جميلة جدا وقعدت معاهم على السفرة. بس فارس لاحظ إنها حزينة ومهمومة وكأنها قلقانة من حاجة. وبعد الأكل على طول الراجل خد فارس ودخله الأوضة بتاعته علشان يرتاح، وقال له نام كويس علشان عندنا بكرة شغل كتير جدا. وبالليل وفارس نايم لقى البنت داخلة عليه وهي بتتسحب، وقالت له يا ريت بكرة تخلي بالك من نفسك وخد الهدية دي خليها معاك. ففارس فتح الهدية ولقاهم حجر من ذهب وحجر من فضة. فالبنت بسرعة قالت له لو وقعت في مشكلة اخبط الحجرين في بعض، وسابته ومشيت. وطبعا فارس كان متلخبط ومش فاهم حاجة، بس خلى الحجرين في جيبه. وتاني يوم الصبح الراجل خد فارس وراحوا عند جبل عالي جدا. فالراجل طلع كوبايتين مية وادى كوباية منهم لفارس، بس اتاري الكوباية دي كان فيها منوم. واول ما فارس شربها غاب عن الوعي. وفجأة نزلت نسور شالت فارس من على الارض وطلعت بيه لقمة الجبل. ولما فاق فارس لقى نفسه فوق اعلى الجبل، ولقى الراجل الغني بينادي عليه وبيقول له انت دلوقتي بقيت فوق جبل الذهب ومش هتنزل الا لما تطلع الذهب اللي فوق. فارس المسكين وافق وقعد